أغرب مكالمة. يقول رجل شرطي: كنت أعمل في قسم مكالمات خط الطوارئ للنجدة، حيث نستقبل طلبات النجدة عبر رقم خدمة عمليات الشرطة للمدينة. وذات مرة جاء أتصال من امرأة على خدمة العمليات. أجبت: مرحبا، كيف نخدمك يا سيدتي؟ فقالت: هل أنتم شرطة المدينة لخدمة المواطنين؟ أجبتها: نعم، ما هي حالتك الطارئة؟ فقالت: أريد أن أتحدث معكم عن موضوع. فقاطعت حديثها ثم قلت لها: هل تريدين الشكاية عن أمر طارئ؟ أجابت: لا. فقمت فورا بقطع المكالمة. فقال لي زميلي: ماذا هناك؟ هل هناك مشكلة؟ فقلت له: لا يوجد شيء، إنهم كالعادة يقومون بالنداء علينا من أجل التسلية ويفسدون مزاجنا. ثم تابعت عملي، وفي اليوم التالي عدت للعمل، وبعد ساعات وبنفس التوقيت جاء نداء من نفس الرقم. فأجبت: مرحبا، كيف يمكننا مساعدتكم؟ هنا مركز شرطة المدينة. أجابت: من فضلك هل يمكنك سماع ما سأقوله لك؟ فقلت لها وأنا أتمالك نفسي: هل تدين التبليغ عن أمر طارئ؟ أجابت: لا سيدي، ولكنني. فقطعت المكالمة بسرعة، وشعرت بالغضب مما يحدث من استهزاء وسخرية. وفي اليوم التالي وبنفس التوقيت عادت لتكلمني، ولكنني لم أجب، وطلبت من زميلي أن لا يجيب على هذا الرقم أبدا. فكررت هذه السيدة النداء لأكثر من 10 مرات. فقال لي زميلي: رد وأستمع لا ما ستقوله. فقلت: أقسم أنها إذا كانت تحاول أن تهزئ بنا، أو تريد أن تبلغ عن بلاغ كاذب، أقسم بأنني سوف أحدد موقعها وأجعلها تدفع الثمن غاليا. يقول الشرطي: أجبت عليها ثم قلت لها: ما هي مشكلتك؟ فقالت: أريد أن أخبرك عن موضوع، ولكنني لا أعلم هل سوف تساعدونني أم لا. فقلت لها: ماذا تريدين؟ فقالت: سيدي، إنني لم أتصل بكم لكي أقوم بإزعاجكم، ولكن سأخبرك ما سبب الاتصال بكم. لقد كنت أعمل خادمة في أحد المنازل، ومستورة الحال، ولكن عزموا أصحاب المنزل على الخروج إلى أحد الدول في الخارج، وثم أصبحت عاطلة عن العمل، ولم أجد ما أطعم به أولادي وأنقطع مصدر رزقي. بحثت عن عمل بديل، ولكن لم أجد أي عمل، ولم يخطر على بالي أن أتصل بكم وأطلب منكم المساعدة. نهاية القصة الغريبة. رجاء لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد.